بعجينة واحدة هنعمل كده القرص الجميلة اللي انت شايفاها دي، وهنعمل باتيه وكرواسون وكل المعجنات الحلوة هتمشي معانا لنفس العجينة. زي ما انت شايفة كده طالعة تحفة، بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا، قرص بتتكلم عن نفسها. هنشوف مع بعض عملناها ازاي بأجمل طريقة وأبسط مكونات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال. النهارده هنعمل مع بعض القرص اللي انت شايفاها الجميله دي، تحفه ما شاء الله، طالعه حلوه جدا، لونها كده لوحده من غير ما ادهن عليها حاجه على الوش، طالعه جميله كده بسم الله ما شاء الله. يلا بينا نشوف الطريقه والمكونات عملناها ازاي. اهو هنجيب كده كيس خميره فوريه بالشكل ده، هنحط معاه كوبايه ميه، وهنحط معاهم معلقتين سكر كمان، وهنقلبهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده. هنجيب بقى الدقيق بتاعنا كده وهننخله بمصفى او منخل، لازم ننخل الدقيق كويس. بعد ما خلصنا الدقيق خلاص هنحط كده معانا كيسين فانيليا وكيس بيكنج باودر، هنقلبهم كويس جدا مع بعض. هنعجن بالزبادي، هنجيب كده علبتين زبادي، بيخلي طعم القرص والمعجنات هشة جدا وجميلة ما شاء الله، وريحتها جميلة جدا. هنزل بقى كده بالسمنة اهي، كله على بعضه، والزيت، السمنة والزيت حوالي كوباية او كوباية ونص كده مع بعض. انا حطيتهم كده بالبركة، ما عيرتش اي حاجة، لان انا عارفة النظام ماشي ازاي والدنيا عاملة ايه، عارفة الطريقة يعني وبتاخد ايه وبتعمل ايه. هقلبهم كده على الناشف اهو قبل ما احط اي حاجة، وانزل كده بقى بالخميرة، هقلب كويس جدا كده واعجن. وهعجن بايه؟ مش الحصير بتاع الجبن، كنت عيناه في الفريزر كده من الشتاء اهو. ننزل بقى كده واحدة واحدة لما نعجن بقى ونلم العجينة بتاعتنا بيه. عندك حليب عجني بيه، عندك مية من الحنفية عجني براحتك، المتاح عندك عجني بيه. هنقلب بقى كده العجينة مع بعضها كده لغاية ما تلم خالص. لو عندك عجان اعجني بيه برضو، هيكون افضل واسهل ليكي. انتي بقى كده بالعجينة بقى اعجنيها كده عجنة كويسة لغاية ما تنعم معاكي وتبقى عجينة حلوة. ادي العجينة بتاعتنا لمت خلاص وبقت زي الفل وناعمة جدا وجميلة اهو. هغطيها بقى واسيبها تخمر. انا مد ايديا في كل حاجة، بتقولك حطوا لايك، حطوا لايك. ادي العجينة خلاص بعد ما خمرت معانا. ولو وصلت لغاية هنا متنساليش يا قمر باللايك الحلو من ايديك الحلوين. خلاص العجينة بقت زي الفل كده، هاخدها اقطعها بقى اهي، هقطعها كده على صينية. هي بتلزقش ولا حاجة، هي عمرها ما هتلزق، ولا هتحط دقيق ولا مادة دهنية ولا اي حاجة، هي اصلا مش هتلزق معاكي اهو. بالشكل ده بقطعها بالشكل ده، قطعها زي ما انت عايزة الحجم اللي يعجبك. كده خلاص بدأت ابطط فيها اهي او افردها اهو بالشكل ده، بتتفرد معاها بكل سهولة خالص ما فيش اي حاجة. حابة تشكليها بالشوكة او المنقاش اللي عندي ده، انا اللي عاملاه على ايدي اهو، جميل جدا، بخليلي النقشة تحفة زي الورد بالظبط اهو. لو انت حابة تعملي بالشوكة براحتك، حابة تسيبيها سادة برضو براحتك، تطلع زي الفل كده وكده جميلة. لو انت برضو عايزة تحشي برضو منها حاجة كده تبقى عاملة زي الباتيه اهو، نجيب كده المش او الجبنة، ونجيب قطع من الفلفل كده متقطعة. دي هلا اللي بتعمل اهي، هي اللي عايزة المحشي ده، ما هي بتموت في اي حاجة محشية جبنة وحاجات من دي، تقولي يا ماما طعمه احلى من الباتيه اللي بره 100 مرة اهو. بتقلب كده براحتها اهي. يلا يا لولو.
هناخد قطعة كده ونفردها ونحط فيها معلقة من الحشوة ونلمها على بعضها اهو بالشكل ده. وهنقفلها بقى كده بالشكل ده كده زي البوريك بالظبط. زي ما انت بتحشيه. هناخد كمان واحدة ونعملها اهو، ونحشيها بنفس الحشوة اللي هي عاملاها، واقفلها من تحت كويس واظبط شكلها كده واحطها اهو من نفس العجينة، وتطلع طعمها جميل جدا ما شاء الله، وريحتها تحفة اهو. شايفة العجينة بتاعتنا عاملة ازاي؟ شايفة منظرها تحفة ما شاء الله، جميلة جدا. هنكمل بقى بقية فرد العجينة بالشكل ده زي ما انت شايفة. عجينتها حلوة جدا ومرتاحة وسهلة في التشكيل والتبطيط بتاعنا والفرد اهو. وده المنقاش بتاعنا زي ما وريتهولك انا اللي عاملاه. دي غابة وانا عملتها بالسكينة، قطعتها عملت فيها فتحات، واخد واحدة اقطعها واسيب التانية. بيديني منظر حلو جدا. اتحداك لو حد عمل البتاع ده قبل كده، المنقاش ده قبل كده عندك ولا شفتيه في اي حتة اهو بالشكل ده. نكمل بقى فرد العجين. ولو وصلت لغاية هنا ما تنسيش تحط اللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد احنا بنعمله. وده العجين بتاعنا اهو. تقدر برضو تحشيها كده زي الكرواسون الشوكولاتة اهو، تفردها بالشكل ده وتلفيها عكس الاتجاه. هروح بقى الوقت ده احنا كنا بنسخن بقى الفرن. هروح بقى عشان نخبز القراص بتاعتنا اهو. شايفه قبل ما تدخل الفرن عامله ازاي، وهتشوفها دلوقتي اما دخلت الفرن. شايفه انتفخت وبقت عامله ازاي، لان عجينتها ناجحه جدا ما شاء الله، وماشيه مراحلها كلها كويس جدا ومظبوطه، ومقدارها مظبوطه اهو، تتكلم عن نفسها. سويها كده على نار متوسطه، ما تكونش عاليه قوي علشان ما تحرقش معاك ولا تتحمر معاك بسرعه قبل ما تستوي. شايفه بدات تاخد معاها لون من تحت خلاص اهو، وحمرتها كده من فوق. شايفه شكلها هي لسه في الفرن اهي، تتكلم عن نفسها ما شاء الله، جميله جدا جدا، وعجينتها مظبوطه ودرجه التحمير بتاعتها مظبوطه والتسويه وكل حاجه. شايفه جمالها عامل ازاي. وهوريكي الحشوه بتاعتها من جوه اللي في الشوكولاته، وهوريكي الحشوه اللي احنا حشيناها بالجبنه، جميله ما شاء الله. وعجينه واحده عملنا كل حاجه اهو. البوريك وده القرص، شايف التسويه بتاعتها من فوق ومن تحت مظبوطه ازاي، تحمير ما شاء الله جميل جدا. وده اللي معانا بالشوكولاته اهي، وشفت اللي بالجبنه عامله ازاي، تحفه ما شاء الله جميله اهي، طالعه مظبوطه جدا جدا ما شاء الله. قولوا لي ايه رايك في الطريقه بتاعتنا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. بحبكم في الله، مع السلامه.